ايوه يا مي، انت فين؟ طب يلا يلا. مش بتاعتي مش بتاعتي يا جدعان، حد غير الجالون ده بقى، مش لاقيين حته نصير فيها والله. اتملى على اخره. ايه ده؟ سيد. مش بتاعتي يا عم. سيد. سيد. مش بتاعتي. ايه ده؟ انت هنا ليه؟ مش بتاعتي. انا انا لا مؤاخذه واجهه، بس لما اتشددت في الحوار ايه ده، مرات اخويا الله يحرقها اجرت الشقه بتاعتي 6 شهور، فجيت انام هنا. مش فاهم. ودخلت هنا ازاي اصلا؟ عيب يا واجهه، انا مفيش قفل استعصى عليا. انا معلش بعد اذنك دخلت الاوضه عندك، خدت غيارين، هو المنطلون ضايق عليا شويه سلخني بس مش اشكال. جيت بقى اسلق بيضه عشان جعان، ما لقيتش كزرولة والبوتاجاز ما فيهوش انبوبه، فقليت البيضه على المكوه. قليت البيض على المكوه؟ ما تقلقش، ده هي شويه جاز وليمونتين هرجعها لك مرايه، بس يبقى سيبها في الهواء والشمس عشان ريحه الزفاره. السلام عليكم. ايه ده؟ سيد قال البيض على المكوه. ايه؟ سيد مرات اخوه اجرت شقته لما كان في السجن، فكان بيقول يعني لو ينفع يقعد عندك في البيت الفتره دي، خصوصا انك قاعد لوحدك وكده يعني. لا ما ينفعش. والله دي احلى فكره. مش كده؟ انا لو اعرف عنوانه كنت طلعت عليه على طول. ما ينفعش. 20 شارع الاعناب المهندسين الدور العاشر. 20 شارع الاعناب المهندسين الدور العاشر، حفظته. ما ينفعش. اتيكو ده هتبقى احلى ايام ونوس وضحك من القلب للصبح. وبعدين عايز اقول لك على حاجه، سحر مرات اخويا مأجره الشقه 6 شهور بس، يعني مش هطول عندك. مفتوح بحسك يا حبيبي. اوعى. هات بوسه بس. اوعى. يخليك ليا. بقول لك ايه، عندك بوتاجاز ولا هنقضيها مكوى؟ ازاي ما جاش في بالي اطلع عند تيك اخويا على طول؟ لا الكلام ده مش هيحصل، ما ينفع. انا مستحيل اعيش مع سيد قشطه ده في بيت واحد. خلاص بقى ما تصغرنيش مع الراجل. لا هصغرك. انا هعتبر دي خدمه شخصيه ليا وهردها لك، ده وعد. لا مش هينفع. خلاص متشكر قوي يا تامر. متشكر جدا. انا ما وافقتش على فكره. فانا اقسم بالله ده ما انسان ولا حيوان. بفكركم يا جماعه، فات يوم ومش فاضل غير 4 ايام على المزاد اللي هندخله ضد هاشم الفحام، ولو مفيش فلوس الفرصه هتروح، والله اعلم الفرصه هتيجي تاني امتى. ها عملتوا ايه؟ انا رجعت كل الحسابات اللي في البنوك اللي اعرفها. شادي ما حولش اي فلوس من اي بنك. مستحيل واحد زي ده يدخل بنك ويتعامل شرعي، ده حرام. سوري. لا سوري عليه، احنا ما اتضايقناش. هو حرامي واحد وسطنا وهيعيش معايا في البيت. انا شفت الفيديوهات اللي انت اديتاني على الفلاشه. شاد اللي سرقنا وكان لوحده. لو انا كنت موجود كان قتلك، واحنا ما نقدرش نعيش من غيرك يا ابو السيد. لا نقدر نعيش من غيره عادي على فكره. انا هكرت الكاميرات وشفت الفيدباك بتاعها، وتابعت العربيه بتاعته من ساعه ما خرجت من هنا. وصلت للمكان ده ايه اللوكيشن ده؟ مول. بس الغريبه بقى ان من ساعه ما دخل ما خرجش، والتليفون بتاعه في مكان تاني. يعني ايه؟ انا بصراحه من اول ما شفته ما ارتحتلوش، بس كنت فاكر ان انت حاطه عصفوره في وسطنا ينقل لك اخبارنا، فهكرت تليفونه والميل بتاعه. لما حاولت ادور عليه عن طريق تليفونه لقيت تليفونه مش في المول. في الطريق للمول؟ يبقى اكيد رمى تليفونه واشترى واحد جديد. احنا لازم نروح هناك دلوقتي. تعالوا معايا انتوا الاثنين. وصفيه، عايزك تعملي حاجه تانية مهمه جدا. هو ده المول. ايوه واجهه، هي دي عربيته. هي دي؟ الزرقاء دي. طب انزل افتحها. ايه اللي انت لابسه ده؟ المول. هتجيب لي جلط؟ ادور بعينك كده يكون حد شايفني. ادور. انا لقيت ده. وانا لقيت دول. ايه دول؟ كوريكو فوطه زفره. حد لاقي فوطه زفره؟ ده انا بدوخ عليها دي. طيب هو اكيد جه هنا وغير العربيه، ومش بعيد كمان يكون جاب تليفون وخط من المول. نطلع نشوف محل الموبايلات اللي في المول ونسالهم عليه ولا ايه؟ كده احنا هنعمل ايه؟ كده مفيش قدامنا غير اننا نهكر كاميرات المول ونشوف فيدباك، نعرف دخل انهي محل فيه. مش هينفع.
كاميرات المول على شبكه داخليه ومش متصله بالانترنت اصلا. يعني ايه؟ يعني الحل الوحيد عشان ناخد فيدباك ان احنا ندخل غرفه المراقبه بتاعت الكاميرات. طب ما نعمل كده. ايوه نعمل كده. هات لي طقمين يونيفورم زي ده وانا اعمل لك كده. اعتبره حصل. ايوه يا مي، هبعت لك صوره يونيفورم كده، هتجيب 2 من عندك وهتجيلي على اللوكيشن اللي هبعته لك. سلام. تمام. ايوه يعني هنعمل ايه؟ هاي، مساء الخير. مساء النور. أنا إحسان الشرباجي من جاليري فينوس في الزمالك. اهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. الحقيقة إن إحنا كنا بنجمع الأرت كولكتورز علشان يبقوا عملاء عندنا، فأنا كان معايا هدية لمستر هاشم الفحام، لوحة أصلية ومحتاجة أديها له. ده هو لسه ماشي حالا. ما أنا أشوف مشي دامت. مفيش مشكله، حضرتك ممكن تسيبيها هنا وانا لما يجي هديها له. I'm so sorry. أنا عندي تعليمات من الإدارة إني لازم أديها له بنفسي. حضرتك هو مش موجود ومش هيجي كمان تاني النهارده. لازم تدخلي مكتبه من غير ما حد ياخد باله. عايزك تحط ده في اي مكان مش باين، تحت مكتب، اي ركن. اوعى يكون قنبلة. لا، ده جهاز تصنت. انا عايزك تركزي. انا عارف ان الموضوع صعب وخطر شويتين، انت قدها. لا، خطر شوية. ده أنا كنت محتاجة الموضوع ده جدا. أنا حياتي مملة أصلها بعد الطلاق، فكنت عايزة شوية سسبنس. مش عايزني أجند لك حد؟ لا، عايزك تعملي اللي بقولك عليه وبس، وترجعي لنا بالسلامه من غير ما اي حد يشك في حاجه. في احتمال ما ارجعش؟ كده أنا مضطرة إن أنا أحط اللوحة بنفسي في مكتبه. حضرتك يعني ما ترضريش الأذية؟ دي لوحة غالية وأوريجينال ايه حضرتك؟ أصلية. بليز. محمود، لوحة ايه؟ ماشي، خليها تدخل تحطها في المكتب. استنى يا محمود، هي مين الست دي؟ لو سمحتي، انا عايز اصور اللوحه دي. very different. الأوفيس اتبدل. Thank you. ها يا صفيه، دخلتي المكتب؟ أيوة، بس ما عرفتش ألزق البتاع ده في أي ركن أو تحت مكتبه زي ما قلت لي. امال داخله المكتب تهببي ايه؟ عشان أعلق اللوحة. اللوحة عجبته جدا وقال لي أختار مكان أعلقها فيه في مكتبه. لزقت بقى الحرنكش في ظهر اللوحة. طبعا أنت فاهمني. طيب اقفلي يا صفيه، اقفلي. إيه قلة الذوق دي؟ الله يكون في عونك يا مي، بني آدم بوهيمي. كل تاخير مش في صالحنا، كل ساعه بتعدي بيبقى اصعب مننا نلاقي. تملي معاك ولو حتى بعيد عني في قلبي هواك. تملي معاك، تملي في بالي وفي قلبي ولا بنساك. تملي وحشني لو حتى بكون وياك. هو في ايه؟ مفيش، بغني أغنية تملي معاك للفنان عمرو دياب. الأغنية دي أنا بحبها قوي، ليها ذكريات كتير قوي معايا. انت شايفه ان ده وقت مناسب للغنى؟ وبعدين انت صوتك وحش. أنا؟ يا ريت بقى توطي صوتك، يا تسكتي خالص لغايه ما نشوف البلاوي اللي احنا فيها. هي بلاوي فعلا. حصلت الكهرش. كلم لنا صيانه يجوا يشوفوا الكاميرات دي مالها. سمعتك
فين؟ اهي. خليها في ودنك. اول ما اكلمك توصل السلك ده وترفع الزرار ده. السلك اللي انت فصلته؟ لا اللي ما فصلتوش. انت بتتريق. سيد انا مش عايز غباء. لما اكلمك توصل السلك الاصفر وترفع الزرار ده. توصل السلك الاصفر ده وترفع الزرار ده. سهل. خلاص يا عم، مش كيمياء اهي. اوصل السلك ده وارفع الزرار ده، مش بصمجه انا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا باشمهندس شوف لنا ايه اللي بيحصل في الكاميرات. ارفع الكوبس ده واسحب السلك ده. بسيط ان شاء الله. اسحب السلك ده وارفع الكوبس ده. اسحب السلك. ثواني بس. وصل. ماشي يا عم، خلاص خلاص. انا فاكر. تمام 5 دقايق ان شاء الله وكله هيبقى زي الفل. هو كان انهي لون؟ الله يخرب بيتك. ان شاء الله اول ما النور يجي الكاميرات هتشتغل على طول. ايه اللي حصل؟ ما تسالنيش. انت عملت ايه؟ عملت كل اللي انت قلت لي عليه بالظبط، بس حصل غلطه بسيطه كده بقى، معرفش انت لاحظتها ولا لا. المول كله لاحظها. يا عم وانا مالي، مجاز هم اللي ما دفعوش الفاتوره. على فكره يا استاذ زياد، المولات دي بيبقى عليها مديونيات ياما. انت وصلت السلك اللي قلت لك عليه؟ لا، ما هو انا نسيت لونه فوصلت كل الاكباس ببعض. انت متخلف يالا. انت عايز تودينا في 60 داهيه؟ شفت هم دفعوا الفاتوره، يعني انا اللي صح. انت عايز تودينا في 60 داهيه؟ انا مش على استعداد ان انا اتسجن ولا اروح في 60 داهيه بسبب ما خلاص يا تامر، خلصنا. انا اللي غلطان في الاخر يعني؟ يا سيدي انا اللي غلطان، انا اللي غلطان. ها قول لي عملت ايه؟ جحر لي في عينيك قوي. بس بقى محل اهو. اهو، ما اسم المحل باين اهو. نوجا فون. السلام عليكم. والسلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت كنت عايز اعرف الراجل ده اشترى منك تليفون؟ مش فاكر والله، بس ايه الدخلة دي ومين حضرتك؟ رد على الباشا كويس يالا. باشا الله يخرب بيتك، انت جبت البتاع ده منين؟ علقته من السكيورتي اللي تحت. هتودينا في 60 داهيه. لما رؤوف بيه يسالك على حاجه تجاوب من غير لف ولا دوران. رؤوف بيه؟ رؤوف بيه. تمام، بس انا مش فاهم حاجة يعني. الراجل ده اشترى منك تليفون؟ والله العظيم ما فاكر يا باشا، ما انا بقول لك بيعدي عليا ناس كتير. افكر. ده مش المحل بتاعك؟ اه ايوه الراجل ده جه فعلا وخد موبايل. بس هو في حاجة يا باشا؟ لا مفيش حاجه، عايزين نعرف نوع الموبايل ورقم الشريحه اللي حطها في الموبايل ده. والسيريال نمبر بتاع الجهاز. بس هو مش هينفع يعني. لا لو مش هينفع ننفعه. لو مش هنا يبقى في الاسم، ولا ايه يا محمد بيه؟ مش للدرجه ده رؤوف بيه. شكله راجل محترم. اسمع يا ابني، احنا الشرطه والشرطه في خدمه الشعب. يعني مش هنغصبك على حاجه، عايز تقول هنا براحتك، مش عايز يبقى نروح على الاسم، ولا يا رؤوف بيه؟ مظبوط يا محمد بيه. هقول لكم على اللي انتوا عايزينه. حاضر. وهات لي جراب اسود للعده دي. انا بعت له لينك، لو فتحه هنعرف مكانه بالظبط. مفيش اي طريقه تانية؟ انت معاك رقم التليفون ونوعه. لا في. تعرف حد في السي اي؟ مش هيفتح اللينك، هو مش اهبل. ده غير الموبايل والعربيه، مستحيل نجيبه. صحيح. ايه اللي ممكن يخليه يفتح لينك من رقم مجهول؟ بعته له من رقم مميز شاريناه من محل الموبايلات. والرساله مكتوب فيها لتفعيل الخط بالرجاء الدخول على الموقع. وبعت له الصوره كمان بتاع لوجو شركه الاتصالات. مش كفايه. دخل على اللينك. هو فين؟ ثواني. في مصر القديمه. عايز العنوان بالتفصيل. بحاول يا زياد، بس انا مش هعرف اتابعه زي GPS الا لو دخل على اللينك اللي بعته له مره تاني. طب شوف العربيه اللي هو كان راكبها وخرج بيها من الجراج. حاضر اديني فرصه بس.
ايوه. ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا عم صلاح؟ أستاذ شادي، عامل ايه؟ الحمد لله زي الفل. اتفضل. ايه الاخبار؟ ايه البيت تمام؟ ده فل الفل فل الفل والله يا عم صلاح. الله يرحمها جدتي ما كانتش بتنظف كده. الله اكبر عليك يا عم. بص بقى، انا هحط قفل على الباب، مش عايز اي حد يخش لي الشهرين الجايين. اقول لك ما تدخلش اي حد غير لما ترجع لنا الاول. تمام يا عم صلاح؟ تمام. سؤال مهم بقى. اتفضل. انت متاكد ان هنا مفيش فيران؟ عيب يا استاذ شادي، ما تقلقش. طب كويس. انت عايز حاجه تانية؟ لا بس حضرتك بالنسبه للعربيه اللي تحت دي. لا دي عربيتي ما تقلقش، بس انا هروح بعربيه تانية عشان عندي مشوار مهم. برستيجي ممكن يبوظ، انا فنان يا عم صلاح. طبعا. طب استاذن انا. اتفضل اتفضل يا عم السلام صلاح، عليكم. نورت الدنيا والله. الله يخليك. الله يخليك يا رب. اتفضل. مع السلامه. مع الف سلامه. ايه يا تامر؟ بحاول، بس الموضوع مش سهل للدرجه دي. اديني فرصه بس. هو اتحرك من مصر القديمه وراح على وسط البلد، بس برضه مش هعرف اقول لك فين بالظبط الا لو كان راكب اوبر. هو انت مش مهكر الايميل بتاعه؟ فايه؟ شوف يمكن طلب اوبر فهيجي له رساله على الايميل بتاعه. طب ثانيه واحده. طلب اوبر، رحله من الدرب الاحمر للسيده زينب. تعرف تبعت لي لايف لوكيشن؟ طب هحاول. وصل فين؟ قرب يوصل. وانت عرفت ازاي؟ انا مراقب تليفون زياد. ايه؟ بقول لك يا تيكو، انت مراقب تليفون انا كمان؟ ما تمدش ايدك. واضح كده ان احنا كلنا لازم نرمي تليفوناتنا. اصل يعني احنا يا استاذه مي بنات واكيد في حاجات خاصه. مش أكيد في مش وقته مش وقته. ده انا مش بنات وعندي حاجات خاصه. يا عم والله جاي لك في الطريق. الاوبر لسه جاي دلوقتي حالا قدامي. حاضر مش هتاخر. حاضر سلام. علي صح؟ ولا يا تامر، مش لاقي الواد. تعرف تحدد لي مكانه؟ يعني ما اقدرش اقول لك هو راح فين الا لو مراقبه بقى بقمر صناعي. اهلا بالنجم. ايه معاك حكايه ولا ايه؟ الواد ده قاطرني. اترك عيني اخلصك منه بسرعه. خد يلا. راح فين يلا؟ شكرا يا محترم.